اهلا بكل متابعين ابولو ليج. الاتحاد الكرة الفلسطيني طلع بيان بيلوم فيه على طريقة التعامل في موضوع العقد المعروض على إدارة النادي الأهلي بخصوص وسام أبو علي. والبيان من أوله لآخره أخطاء، وما كانش ينفع أصلا بيان زي ده يطلع من اتحاد الكرة الفلسطيني، لأن الغلط جاي من اللاعب مش من النادي. النادي الاهلي كان بيتعامل في مسألة المفاوضات الخاصة بعقد وسام ابو علي بشكل قانوني واحترافي ومن منطلق حقوق النادي، لان اللاعب ما تعملش بالمنطلق ده نهائي خالص من ساعة الموضوع ما بدأ لغاية دلوقتي واللحظة دي. وسام ابو علي ما بيتعاملش لا باحترافية ولا بشكل محترم يليق بالنادي اللي هو بينتمي ليه دلوقتي، والنادي اللي هو عمل اسمه وسام ابو علي. لان في بعض الصحفيين الفلسطينيين اللي طلعوا وكانوا ماشيين في اتجاه عكس البيان اللي طلع خالص، وكانوا رامين كل اللوم على طريقة وسام ابو علي الغلط، وقالوا كده نصا ان احنا اصلا في اتحاد الكره الفلسطيني ما كناش نعرف لعيب اسمه وسام ابو علي، وان اللي عمل وسام ابو علي بعد فضل الله كان النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي اكتشفه وجابه من السويد، والنادي الاهلي هو اللي وقف معاه لغايه ما طلع الباسبور بتاعه الفلسطيني. هو ده الدعم الحقيقي اللي حصل للاعب. وسام بدأ يظهر، وسام بقاله تقريبا 18 شهر مع النادي الاهلي، بدأ يلمع وبدأ يظهر، وبقى الناس تعرف حاجة اسمها وسام أبو علي في فلسطين قبل مصر. السبب في كل ده هو النادي الأهلي، فمش من الطبيعي إن اللاعب يتعامل بالشكل ده مع النادي. نرجع للبيان تاني اللي هو لا عليه توقيع ولا عليه ختم الاتحاد، هو بيان عليه شعار الاتحاد فقط، إنما لا مختوم ولا ممضي. طبعا طلع في البيان ان الاستنجاد برئيس اتحاد الكرة المصري هاني ابو ريده. الاتحاد الكرة المصري مش من حقه يتدخل بين علاقة تعاقدية بين لاعب وناديه، لان دي علاقة قانونية، في عقد بين الطرفين، القانون هو اللي بيحكمه. اتحاد الكرة هيخش يعمل ايه؟ يتدخل يعمل ايه؟ او هاني ابو ريده هيتدخل يقول ايه للنادي الاهلي؟ هيقول لهم بيعوا اللاعب، ارضوا بالعقد الغير مناسب اللي معروض ليكم، ولا هيروح للاعب يقول له لازم تحترم العقد اللي بينك وبين النادي اللي لسه فيه 4 سنين؟ لا من حقه يتدخل هنا ولا ليه حق يتدخل من هنا، فده اصلا غلط. اتحاد الكرة الفلسطيني استشعر ان طبعا من الاعلام الفلسطيني ومن الاعلام المصري ومن من رؤساء الروابط زي رابطه محبي او مشجعي النادي الاهلي في فلسطين بقياده الاستاذ علاء خالد، ورابطه حب الاهلي المصري بيجمعنا برضو في فلسطين اسامه عمر. الناس دي طلعت بيانات دعم للموقف النادي الاهلي، وكانت ضد طريقه وسام ابو علي في اداره المشكله بتاعته مع النادي الاهلي وطريقته الغلط الغير احترافيه. فشالوا من على كل المنصات البيان. انا شايف ان ده مش حل، يعني مش ان انت تشيل البيان من على المنصات هو ده الحل. البيان اتشال، انما اثره موجود في الاعلام والسوشيال ميديا. انت رميت قنبله بشكل غلط، انفجرت فعملت دمار، سابت دمار.
فانا شايف ان المفروض الاتحاد الفلسطيني يطلع يصحح الاوضاع في بيان رسمي مختوم وممضي من رئيس الاتحاد، ممضي من رئيس الاتحاد ومختوم بختم الاتحاد الفلسطيني، عشان نعرف هل ده رسمي وطالع بالشكل القانوني، ولا مسرب عشان يعمل مشكله بين الدوله المصريه او الاتحاد المصري والاتحاد الفلسطيني. كلنا عارفين ان اكبر داعم للقضيه الفلسطينيه مصر، مش امريكا يا وسام اللي انت عايز تجري عليها وترمي نفسك في حضنها. وللعلم معلومه كده سريعه، ان كولومبوس كلو اللي هو هيموت عشان يروح له، داعم للكيان في ضرب غزه، اللي هو عايز يروح يقعد في احضانها. ما علينا، الموضوع كان غلط، غير مسؤول. الاهلي كان بيتعامل مع ملف وسام بشكل احترافي وقانوني ومن منطلق حقه، لان انت لاعب عندي، مش هتجبرني ان انا اوافق على عرض غير مناسب. انت مش عايز تقعد عندي، خلاص الاهلي مش هيتحايل على اي حد عشان يقعد عنده. انما في قوانين وفي عقود لازم تحترم. دلوقتي تقريبا بشكل شبه نهائي الاهلي وصل لاتفاق بخصوص عقد وسام، ان وشكله اللي تم اعلانه من ناحيه مفوض نادي كولومبوس كلو ادم وطني، ان العقد $7.5 مليون و $1 مليون امتيازات، لو جاب يعني 10 اجوان في $1 مليون للاهلي، ولو جاب 15 جون في 2 مليون للنادي الاهلي، زائد 15% من اي عقد بيع للاعب بعد ما يشتروه. واحنا في انتظار الفتره الجايه ان النادي الاهلي يعلن بشكل رسمي عن البيانات يعني ديت. انا بقول البيانات ديت من على لسان مفوض النادي الامريكي. عايزين نتكلم عن معسكر النادي الاهلي في تونس، اللي ريبيرو بيحاول في المعسكر ده انه يحط الطابع بتاعه بشكل كامل على اللعيبه وعلى الفريق، وان يوصل لهم فكره او طريقه لعبه. وفي ماتش هيقام يوم الاثنين الساعه 8 مساء على شاشه قناه الاهلي بين النادي الاهلي وبين نادي الملعب التونسي. المباراه دي هتبقى من 3 اشواط، وده عشان يدي اكبر فتره ممكنه للمدربين على انهم يشركوا تقريبا كل لعيبه الفريقين في المباراه ديت، واتاحت الفرصه بشكل كامل او بشكل كبير لكل اللعيبه. نيجي لاحمد فتوح لاعب الزمالك. احمد فتوح ظهر في حفله في الساحل الشمالي، وكان معاه امام عاشور. ناخد الاول قصه امام عاشور عشان نبقى اتكلمنا في الصوره بشكل كامل. امام عاشور في اجازه مرضيه، والكل عارف الكلام دوت. هو دلوقتي واخد فتره تنفيذ برنامج تدريبي بعيد عن الاحتكاكات والالتحامات، خوفا طبعا على الاصابه اللي عنده. انما هو واخد اجازه. كلنا لما بناخد اجازه ممكن يعني بيبقى يعني اهالي بيتنا اسرته بتبقى ليها حق. فالراجل في مصيف، سافر مصيف وظهر في حفله عامه، تمام، ومع اسرته. بدأ يعني، مع اني برضو بتحفظ على ده،
لان هو المفروض يحافظ على نفسه اكتر من كده، لان هو في فتره اعداده في اصابه مش قليله متكرره في نفس المكان. انما ما علينا، الراجل في اجازه، في الاول وفي الاخر في اجازه، تمام. ف وماشي على البرنامج التاهيلي وعلى البرنامج العلاجي وبيحضر التدريبات، تمام. مفيش مشكله من ناحيه امام خالص، وده مش دفاع عن امام عشان انا اهلاوي خالص، انا بتكلم بشكل حيادي جدا. يعني هو لو كان في وضعيه غير الاصابه وغير انه واخد اجازه كان كلامي هيختلف تماما، زي ما دلوقتي هتكلم عن احمد فتوح. المشكله اللي دايره دلوقتي في احمد فتوح، احمد فتوح ما بيحضرش ما بيخشش نادي الزمالك الفتره دي، لانه كان قال لاداره النادي الزمالك ان هو عايز ياخد اجازه عشان يرافق عمه في مرضه، وخد اجازه بناء على كده، ما بيروحش التدريبات ولا بيخش النادي بسبب انه قال ان انا مع عمي في مرضه. بعد كده تم اكتشاف ان السبب ده كان سبب خاطئ مش صحيح، وان اللاعب موجود في الساحل. فحصلت مشكله بينه وبين عبد الناصر محمد مدير الكرة الجديد في الزمالك. طيب نادي الزمالك اعلن رسمي ايقاف احمد فتوح وايقاف مستحقات احمد فتوح، وكمان تحويله للتحقيق وتغريمه 1,000,000 جنيه. كل الكلام ده عشان احمد فتوح قال سبب غير صحيح، ما كانش ده المفروض يحصل من لاعب نادي الزمالك. انت مسافر الساحل او عندك اي اسباب قولها، ما تكذبش. يعني انت بتكذب ليه؟ ما هو انت وبعدين بتكذب بتقول ان انت مع عمك وفي نفس الوقت رايح تتصور في حفله لراغب علامه في الساحل الشمالي، ما انت اكيد هتتصور واكيد اداره النادي بتاعك هتعرف. ففكر يعني الطفل الصغير ما يعملوش، وغلط واضح. في اخبار طبعا طالعه من نادي الزمالك ان المشاكل بين النادي وبين احمد فتوح بدات تخرج عن النطاق الطبيعي، وانها بدات تاخد الشكل ان النادي مش عايزه، وان مدرب النادي الزمالك رافض وجوده، بقت نبره ان الزمالك عايز يبيعه بقت نبره موجوده في ارجاء النادي الزمالك وعلى السنه كل الزملكاويه. فالمشكله بدات من لا شيء، بقت بالونه كبيره، ومستنيين الفتره الجايه نشوف ايه اللي هيحصل مع احمد فتوح بعد ما يخلص التحقيق معاه، وهجيلكوا طبعا بالاخبار الجديده. اشوفكم في فيديو قادم قريب.